السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا رزاع في فيديو جديد من قناتكم، قناة رزاع فيفا. والنهاردة جينا في فيديو قوي جدا جدا. النهاردة هجيب لك توب 6 لأفضل 6 لعيبة سي ام في اف سي موبايل. أفضل 6 لعيبة خط وسط كجودة وكأداء على أرضية الملعب. ولكن قبل ما نبدأ بتمنى منك أنك تصلي على النبي وتذكر الله وتدعمنا وتضغط على زر اللايك وتنضم لعائلتنا عائلة الرزاع وتشترك هنا في القناة. وليتس جو. وندخل بقى يا رزاع أول حاجة على قسم السوق وندخل على التصفيات ونبحث. الأول نختار البرنامج طبعا. كأن احنا متعودين الأبطال اللي هم الأيقونات، وكمان الأبطال، وكمان حدث الذكرى السنوية. لأن لاعيبة التلات أحداث دول هم أقوى اللاعيبة المتواجدة حاليا في اللعبة. فلما تيجي تشتري اللعب أنصحك تجيب التلات أحداث دول. وندخل على قسم البحث ونبدأ في اختيار أفضل 6 لعيبة سي ام في اف سي موبايل. طبعا هتلاقي لعيبة كتيرة جدا، والأسعار بتاعت السي ام بتبقى مبالغ فيها شوية. يعني 99 ب200 مليون، 99 ب350 مليون. فحرفيا الأسعار هتبقى عالية جدا، ولكن أنا جبت لك الأفضل كسعر وكأداء. نبدأ أول حاجة بالأسطورة اللي نزل زمان طبعا في حدث التوتس، وهو الأسطورة الألمانية مايكل بالك. حرفيا لاعب قوي جدا جدا جدا. حركة المهارة عنده 4، والتمريرات عنده أسطورية. واللاعب كمان مش قصير، اللاعب 188 سنتي. تغيره الدفاعية جيدة، والتقاطع الهجومية طبعا هي أفضل بكتير من الدفاعية. والتمريرات عنده 106 و105. فالصراحة اللاعب كويس جدا جدا، وأنصحكم بيه، والناس اللي مجرباها عارفاه كويس أوي. وطبعا هنا كمية الشراء عنده هو طبعا هو لاعب مطلوب. نروح بقى للاعب التاني، هو اللاعب البرتغالي لاعب خط وسط نادي باريس سان جيرمان، هو جواو نيفيس. صراحة اللاعب كويس جدا جدا جدا. طاقته الدفاعية أحسن بكتير من مايكل بالك. طاقته الهجومية ممكن تكون أقل شوية، ولكن السي ام لازم تكون طاقته الهجومية وطاقته الدفاعية الاتنين متوسطين يعني. فالصراحة اللاعب أسطوري، والتمريرات عنده كمان 105. والتحكم والرشاقة والحاجات دي عنده قوية جدا جدا. فهو يقدر يعني يعدي ما بين اللعيبة يعني. والسرعة عنده كويسة. فالصراحة اللاعب شبه متكامل وعنده طاقات جيدة في كل حاجة. فكده أول واحد أنصحكم بيه مايكل بالك، وتاني واحد هو جواو نيفيز. نروح بقى لتالت واحد وهو اللي قدامنا دلوقتي، هو الأسطورة بيلينجهام. هتقولي فين بيلينجهام؟ أقول لك هو بيلينجهام. مش جود بيلينجهام، جوب بيلينجهام اخو طبعا لاعب بيلينجهام. اللاعب اسطوري جدا جدا الصراحه، اوفر 99. وكمان البطاقه دي ممكن تتطور، لان البطاقه دي طبعا الكارت ده بيتطور. طبعا ده مش شكله خالص، بس اللعبه الحمد لله الجرافيك كويس. المهم الكارت ده ممكن يوصل ل100، وكمان ممكن يوصل لأوفر 101 لو بلينجهام عمل طلع بكلين شيت، وكمان الفريق بتاعه كسب. فممكن كمان تجيبه هيتطور معاك، ممكن يوصل لأوفر 101. وكمان الطاقات الهجومية عنده قوية جدا، الطاقات الدفاعية جيدة. أما بالطاقات بالنسبة للتمريرات، فالصراحة التمريرات عنده ممتازة جدا جدا، وده أهم حاجة في لاعب خط الوسط. فكده أول واحد معانا الأسطورة طبعا بالك، وكمان جو بيلينغهام، وكمان جواو نيفيز. نروح بقى للتلاتة التانيين، وكلهم فوق اوفر 100. واول واحد معانا هو الاسطورة الانجليزية خط وسط نادي اتلتيكو مدريد، جالا جير. طبعا لاعب اوفر 100، اقوى من اقوى اللاعب السي ام الصراحة في اللعبة. طاقته الدفاعية والهجومية الاتنين اسطوريين، والاتنين ممتازين جدا. والتمريرات عنده اقوى مما تتخيل. حرفيا التمريرات القصيرة عنده 109، والتمريرات الطويلة عنده 107. قبل ما تطوره، قبل ما تعمل له أي حاجة. وكمان أوفر 100 يعني مش هيضرب لك الأوفر خالص. يعني أنت ممكن مثلا تجيبه 150 مليون لاعب أوفر 103 سي ام. فالصراحة اللاعب قوي جدا جدا جدا. نروح بقى للاعب الخامس، لاعب السي ام الخامس واحسن خامس سي ام معانا، وهو خط وسط نادي باريس سان جيرمان، اوناي زيير امري. الصراحة برضو اللاعب قوي جدا جدا. برضو ممكن تجيبه على 150 مليون بأوفر 103. وطاقاته أسطورية أيضا. الطاقات الدفاعية أسطورية، وطاقاته الهجومية أسطورية. والتمريرات عنده لا يعني طاقاته حرفيا أسطورية. التمريرات عنده 110، والتمريرات الطويلة عنده 109، والرؤية 107. والسرعة عنده جيدة، والتحكم بالكرة عنده 107.
فالصراحة اللاعب كويس جدا جدا. وكمان هو طلع لي في الباكجات ومش حاطه في التشكيلة الأساسية، ولكنه جربته، والصراحة اللاعب كان قوي جدا جدا. وده كده يكون لاعب الخامس. طبعا احنا قلنا زير إمري وجالاجير، وكمان جواو نيفيز، وكمان جو بيلينغهام، وكمان مايكل بالك. نروح بقى للاعب السادس. وطبعا كالعادة أنا بخصص اللاعب السادس للعيبة الغالية. يعني اغلى لاعب يبقى في الفيديو ده عادة يعني ما بيكون اللاعب السادس. واللاعب السادس معانا في الفيديو النهاردة هو الاسطورة دوجلاس لويس او ماركوس تورام. الاتنين حرفيا نفس الحاجة، الاتنين في نادي يوفنتوس، والاتنين سي ام. والاتنين انصحكم بيهم. يعني الاتنين ب 200 مليون. لو بصيت مثلا على دوجلاس لويس، الحاجات عنده حرفيا اسطورية. طاقاته الهجومية ممتازة، منفجر حرفيا بالنسبة لانه لاعب سي ام. بطاقاته الدفاعية ممتازة أيضا. والتمريرات القصيرة عنده 110، والتمريرات الطويلة عنده 108، والرؤية 110. فالصراحة اللاعب قوي جدا جدا. وكمان لو بصيت أيضا على اللاعب اللي جنبه تورام، هتلاقي أيضا طاقاته أسطورية. يعني انت لو بصيت على تورام وبصيت على دوجلاس لويز، مش هتعرف تفرق بين الاتنين حرفيا. الاتنين طاقاتهم أسطورية. فبكده يا رزاق نكون وصلنا لآخر الفيديو بتاعنا. بتمنى منك تكون صليت على النبي، ذكرت الله، ودعمتني، ودوست على زر اللايك. وجود باي.